السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. فيديو النهاردة تجربة للكونكريت من اول البداية خالص، مشتريات الادوات لحد اخر نقطة فيه. يلا نسمع الفيديو مع بعض وكمان نقول لكم التجربة بشكل كامل. اول حاجة القوالب، انا دخلت على صفحات كتير علشان اشوف الاسعار واقارن، لان كان في بيبقى نفس القالب ونفس المقاس باسعار مختلفة ما بين الصفحة والتانية. وكمان كنت بشوف صفحة تكون بتبيع مادة الكونكريت نفسها او الماربل اللي هنستخدمه. وكمان كنت بحاول ان انا اختار اشكال قوالب اقدر اكون بيها طقم، بحيث ان انا اعرف اسوقه بعد كده. اول حاجة قالب الحروف ده كان سعره 180. بصراحة سعره كان ارخص من اماكن تانية، بس لقيت ان القالب طري، مش زي باقي القوالب، فكان بعض الحروف كده بتحتاج حاجة اثبت بيها علشان خاطر الحرف يطلع مظبوط. بعد كده الصينية، الصينية دي كبيرة مقاس 30 سنتي، سعرها 450. كان نفسي اجيب منها المضلعة ولكن ما لقيتش المقاس ده، فقلت كبداية دي كويسة، وبصراحة حلوة جدا وخامتها حلوة وبتطلع الصب مظبوط جدا. زي ما قلت لكم ان انا كنت بحاول اختار اشكال اكون بيها طقم علشان وانا بسوق اعرف اسوق كويس. فكان من الحاجات برضو اللي اخترتها الفازة دي كانت ترند، كان سعرها ب220. هي حلوة بصراحة، بس حسيت ان حجمها اصغر من الطبيعي. وكمان دي زهرة اللوتس مبخرة صغيرة، برضو حسيت ان حجمها صغير، ودي كان سعرها برضو ب220. فكانت صغيرة خالص بالنسبة للحجم. بصراحة حسيت ان انا اتصدمت، بس وانا بعد كده لما استخدمتها لقيت اني فعلا نفس الحاجات اللي بتبقى نازلة في الصور. ودي كده البونبونيرة، هي قطعتين غطا والبونبونيرة نفسها. برضو حسيت ان حجمها صغير وكان سعرها ب220. وبعد كده الكوستر ده البيضاوي، بصراحة حلو جدا وخامته تحفة، وكان سعره ب180. ومن الحاجات اللي كنت حابة شكلها وحابة ان انا اجربها اللي هي الفازة الادوار دي، كانت الثلاث ادوار منها ب320. برضو حجمها مش زي ما كنت متوقعة، بس كشكلها حلو جدا. وبعد كده الصينية الترند دي، بيعملوا بيها صينية شبكة وكده، كان سعرها 400 طبعا علشان ترند. برضو كانت من الحاجات اللي هي جامدة شوية وخامتها كويسة. وجبت الشوجر ده كان نص كيلو ب180، مش فاكرة بصراحة سعره بالظبط. بيكون في منه الجولد والسيلفر، بس انا اخترت الجولد، قلت بيكون اكتر في الشغل ده او كبداية يعني. والمباخر دي الواحدة كان سعرها 50 المبخرة. جبت 3 وكان اختيار عشوائي يعني، هما اللي اختاروها. وبعد كده المربعات الخشب دي بصراحة مش عارفة اسمها ايه، بس هي بتثبت القالب من فوق علشان الشكل يطلع مظبوط، شكل الدايرة يطلع مظبوط في الخليط. وبعد كده المادة دي نفسها اللي هي الكونكريت، انا جبتها من نفس الصفحة اللي جبت منها الادوات، وكانت مكتوب عليها استخدام من 30 ل70، 30 مية ل70، يعني مثلا الكوباية الواحدة المية قدامها 3 وربع من الكونكريت. ده كده كان عرض ال2 كيلو ونص ب120. بعد كده هنجهز القوالب، بنمسحها كويس حتى لو هي نظيفة او جديدة، وبنمسح الحوافي وكل حاجة فيها. وبعد كده بنجيب اي نوع زيت عندك، ونبدأ نمسحها كده باسفنجة او اي اسفنج او اي حاجة عندك، ونمسح القالب كويس من جوه. وبعد كده نحضر الخليط بتاعنا. زي ما قلت لكم ان النسبة فيه 30 ل70، يعني كل كوباية مية قدامها 3 وربع من الجبس. انا استخدمت ضعف الخليط علشان كنت عاوزة اجرب اكتر من قالب. وطبعا بنحط المية الاول وبعد كده الخليط بنزود جزء 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 من غير ما نقلب، لحد ما نحس ان المية تمام كده تشبعت، وبعد كده نبدأ نقلبها. الحقيقة انا استخدمت اكتر من الخليط اللي كان مكتوب، معرفش كنت حاسة ان هو سايل اكتر فكنت بزود تاني. بس في الاخر الشكل كان تحفة. مش عارفة انا لو استقريت على الكمية اللي كانت مطلوبة كانت هتبقى بالظبط ولا ايه.
بعد ما باقلّب بنوصل كده لقوام شبه قوام الكيك، وبنرش كحول عليه علشان كل الفقاعات تبدأ إن هي تتشال، وبعد كده بنجيب القوالب بنصب نص القالب ونهز القالب كده ونرش كحول، وبعد كده بنكمل الصب بتاعنا. هنكمل صب القوالب وبعد كده هنسيبه بقى نرش كحول تاني من فوق علشان ما يكونش فيه اي فقاعات تماما، وبعد كده خلاص هنسيبه بقى لحد ما ينشف. بصراحة استمتعت جدًا بالتجربة، هي حلوة بس الكونكريت نفسه كان الكمية بتاعته قليلة أو خلصت بسرعة، فملحقتش إن أنا أستخدم بيها حاجات تانية، يعني هي عملت طقم واتبقى بس شوية. متحمسين نشوف النتيجة مع بعض. بصراحة منبهرة وشكلها حلو جدًا، يلا نشيل القوالب ونشوف. بصي القوالب بتطلع بسهولة جدا، شايفين القطعة مساوية جدا مفيهاش اي غلطة، وحرفيا الصينية تقيلة مش خفيفة وحلوة جدا ومش بتتكسر. انا جربت بصراحة تجارب تاني على الجبس والاسمنت، لا كان حتى لو طلعت مظبوطة اولا القوام ما كانش بيظبط بسرعة، ولما كان بيطلع مظبوط ما كانش بيطلع بنفس الدرجة دي وكان بيتكسر بسرعة. شايفين القوالب حرفيا كل ما بتنشف كل ما لونها بيبقى افتح اكتر. حلوة جدا 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 وتجربة ناجحة من اول مرة. بصراحة مبسوطة. القوالب بتاعتها طالعة مظبوطة من غير صنفرة من غير اي حاجة، طالعة حلوة جدا والرسمة بتاعتها باينة كل حاجة، بس كان في بس حبة فراغات صغيرين خالص. ممكن يكون كان في فقاعات من جوه وانا ما خدتش بالي منها. بس القوالب طلعت حلوة، الاستخدام بتاعها كان كويس. بعد ما بنخلص بننضف القوالب تاني حتى لو هي نظيفة علشان خاطر بعد كده في الاستخدامات التانية وعلشان لونها ما يتغيرش. بصوا قولولي بجد رأيكم في التجربة، انا حاسة ان انا مبسوطة بيها. لان انا كان نفسي من زمان جدا ان انا اجرب الكونكريت او الريزن، وبصراحة كنت محتارة فاخيرا جربت الكونكريت. هو كان عندي مشكلة لحد الآن في التسويق، وإن أنا بصراحة ما استمرتش فيه. بس كتجربة نجحت وعجبتني، وإن شاء الله هحاول إن أنا أكمل وأحسن تاني منه. دي الأشكال اللي طلعت كده من غير أي فينش تماما. تعالوا نشوف هنفنش ازاي مع بعض. علشان نفنش القطع لازم ان احنا نستخدم الورنيش المائي. ده كده شكله. انا شفت بعد كده فيديوهات ان هما بيخفوه بمية، بس انا استخدمته بفرشة ميك اب عادي واستخدمته زي ما هو وكان حلو، بس كانت المادة نفسها ظاهرة، اللي يركز فيها يحس ان هي ظاهرة، هي شفافة وكانت حلوة جدا وعطت نتيجة كويسة خالص. وبعد كده بقيت ازين القطعة بالجولد، الشجر الجولد اللي احنا كنا مستخدمينه في الاول، وبصراحة عملت اطقم حلوة وراها لكم. دي كده كانت تجربتي كاملة مع الكونكريت، أتمنى تكون عجبتكم. قولولي رأيكم في التعليقات، وكمان قولولي أفكار للتسويق ازاي أرجع المشروع أو إن أنا أبدأ فيه. لأن أنا الحقيقة كل الأطقم اللي أنا طلعتها كانت هدايا وحاجات أنا عملتها ليا في البيت، فما حسيتش إن أنا استفدت بيه. هو بصراحة كمشروع كويس بس الفكرة كلها في التسويق. بس كده وأشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.